محمد شرا الدار وشرا الارض بلا ما يعلم المتابعين ديالو. يعني شنو رايكم اخوتي العزاز في هذا الموضوع هذا؟ المهم ديروا التحيه ونرجع معكم. السلام عليكم العزاز ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هاني نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وما ينقصكم حتى شي خير. رجعت معكم فيديو جديد وموضوع جديد كما العاده. كثرونا من اللايكات والتعاليق فضلا وليس امرا، وجمجموها ولا يعني ضد العديان، ضد العديان العزاز ديالي. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا المهم، يعني محمد شرا الارض وشرا الدار وما علمش المتابعين. يلا نناقشوا القضيه، وحنا بشويه بشويه بالمهل كيتكلبوا دينجان. حنا كننتقدوا بروده، يعني كنعطيوكم المفيد فقط. محمد الا شرا الارض بصحته وراحته، والا جا باه باش يتكاتب، ولا باه اللي شرا له محمد راه بعراقه كيخدم على القناه ديالو وبخيره وبخميره بالزرع ديالو بالعدس ديالو بكل شيء ديالو بالخيرات ديال الله سبحانه وتعالى كل شيء ديالو. الا كان عنده الزرع راه غادي ينقص عليه المصروف ديال الطحين وديال الزرع وديال كل شيء. يعني عنده المؤونه ديالو كتكون عنده في الدار كيصايبها دابا الخضره الحمد لله عنده في الغرسه. يعني كل شيء موجود الحمد لله، الخير كامل ديال الله موجود. الانسان يطلب غير الصحه والسلامه. محمد شرا الارض وشرا الدار بصحته وراحته. الله يسهل على كل واحد اللي فنيتو شي حاجه الله يحقق له. ولكن محمد شرا الارض ولا شرا الدار ما دارش بالاحسان العمومي، ما دارش بالتجار بالمآسي ديال الناس، لا، دارها بالخدمه ديالو في اليوتيوب بدراعو، دارها بخدمته، دارها بالعريق الجبين ديالو. ما دارش بالاحسان العمومي كيخرج يعصر عينو ويبكي على الجاليه ويبكي على المتابعين باش يصيفطوا له الفلوس، النص يديروا في جيبو والنص الاخر عادي يعطيه للمتابعين. لا، ما عمرنا شفنا محمد كيدير الاحسان العمومي وما داراش بالمآسي ديال الناس. ما عمرنا شفنا محمد جاب شي واحد وكيصوروا وكيطيح من القيمه ديالو يعني واطفال قاصرين كيصوروا باش يتاجر بهم ويدخل على ظهرهم الادسنس. متفقين معايا العزاز؟ يعني هادشي هذا كامل محمد ما داروش، وبعيد عليه كل البعد، وخدام على القناه ديالو وراضيه كذلك. يعني كتشوفوها متقله وكتكابر وكتقاوم باش تصور معنا وتعطينا الطاقه الايجابيه رغم هاد المعاناه اللي دوزو وهاد الشيء اللي شفناه دابا، هاد الافراغ والمعاناه ديال الرحيل وجمع هادي وجمع الحوايج وجمع الروينه والدار ديال المقدار والدار ديال يعني ديال السيمه، وهي مازال كتعطي الطاقه الايجابيه ومازال كتضحك ومازال كتقاوم. والسيده يعني في الشهور ديال الاخيره ديال الحمل، في الشهور ديال الاخيره ديال الحمل، لان ماشي سهل باش تكون المراه. هنا خصك تكوني قاده ومقده وتكوني جبليه حره، تكوني جبليه حره باش تمشي تجمع الحمص وانتي حامله في هاد الحراره. راه خاصك تكوني مراه وقاده، وإلا قالوا مراه قاده راها قاده، يعني كيطابق عليها هذا المثل، مراه وقاده. العزاز الغاليين ديالي، هاد الناس هادو يعني لما كنوجهوا بعدا كنوجهوا لهاد المنتقدين اللي كيقول لك حموا البقبوقه شراو الارض وما علموكم شي. حنا الا شراو الارض اش غادي يزيدونا واش غادي ينقصونا؟ شراوها لراسهم الله يسهل عليهم. الا شراو الدار شراوها لراسهم الله يسهل عليهم. حنا ما عطيناهم ما درنا لهم ما حتى حاجه. يعني حنا مجرد كنتابعوهم لان كنشوفوا هاد الناس مظلومين كندافعوا عليهم، كنشوفوا هاد الناس محقورين، بغينا ندافعوا عليهم، بغينا ننوروا الراي العام، بغينا نوصلوا الصوت ديالنا فقط، نوصلوا الصوت ديالنا لا اقل ولا اكثر. حنا ماشي كنعطيوهم الفلوس ولا كنصيفطوا لهم الاموال ولا لا، حنا كنشاهدوا الفيديو ديالهم ملي كيكون عندنا الوقت، كنشاهدوا الفيديو ديالهم وكنساعدوهم وكنساندوهم معنويا، كنساعدوهم معنويا، يعني كندعمهم معنويا باش المعنويه ديالهم تطلع. لان المتابع عنده دور، المتابع عنده دور، ماشي كيستحمرونا وكيخرجوا يستحمرونا. يعني كلشي محطوط في الفيديوهات. نهار اللي دار نهار اللي كان الافراغ راه صوروا معنا، نهار اللي كيهزوا الرحيل ديالهم راه صوروا باش يبقى داكشي مسجل في التاريخ ديال اليوتيوب.
باش يبقى ديكشي مسجل في التاريخ ديال اليوتيوب. وعائله الالوان يعقلوا على هاد المهزله وهذا الشيء اللي داروا في اليوتيوب، يعني غادي يعقلوا يعني. والحاج يعني غادي اللي ما نقولوش ما عرفناش شكون السبق، واش انا ولا هما، ولكن نهار اللي يمشي عند الله غتبقى الصوره ديالو في اليوتيوب بان الحاج خرج الحفيد ديالو من دارو وردم له البير وقطع له النعمه ديال الله سبحانه وتعالى. دابا خارجين كيتبكيو علينا وتقولوا لنا الحاج مسكين تهجموا عليه وداروا له. راه نتوما السبب، اولادو اللي خرجتوا الحاج للفم ديال العافيه، خرجتوا الحاج للفم ديال المدفع. لو كنتوا ولاد صراحه مرضيين راه ما تخرجوش الاب ديالكم وما تخرجوش الام ديالكم وتبعدوها على السوشيال ميديا وتبعدوهم على المشاكل. وتيلا كانوا المشاكل ما توصلوهاش للوالدين ديالكم. هادو هما الابناء المرضيين اللي كيكونوا كيخافوا على والديهم باش ما تتغيرش النفسيه ديالهم، ما يبكيوش الوالدين، يحاولوا دائما يبعدوهم على المشاكل، هما يواجهوا المشاكل ديالهم ويحلوهم ويخليوا الوالدين ديالهم في التقار وفي الراحه ديال الله سبحانه وتعالى. خلوا والديكم فرحتهم، لان في ديك السن خصهم يبقاو مرتاحين. ماشي نتوما اللي كتجيبوا كتعطيوهم توريهم الفيديوهات، كتوريهم الفيديوهات ديال وحده كتسب في الاعراض ديال الناس، كتوريهم هادي وفي الاخر كتبارطاجيو وكتقولوا كتشوف نجيب كيسب واحد الانسانه اللي ضربت له في الشرف ديالو، في الشرف ديال الزوجه ديالو وفي الشرف ديال الوالده ديالو، وكتمشيو يعني كتقلبوها للحاجه. لا، نجيب عمره ما سب الحاجه. نجيب هضر على ديك السيده اللي راها عارفه راسها، اللي دائما كتخرج بكلام ساقط وكلام فاحش على عائله كعابل، وما زال والفيديوهات ديالها شاهدين عليها وما زالين فيديوهات مسجلين عند الناس. اذا هنا ما نغطيوش الشمس بالغربال ونكونوا حقانيين ونكونوا صريحين مع بعض مع راسنا. اول حاجه الانسان يكون صريح مع نفسه مع نفسه، لا داعي للنفاق، كفاه من النفاق. راكم غير كتنافقوا راسكم اولا وتنافقوا المتابعين ديالكم. راه كلشي باين وكلشي واضح، وضوح الشمس في نهار جميل، وضوح الشمس في نهار جميل. نتوما كتنافقوا نفسكم وتنافقوا المتابعين ديالكم وباش تدخلوا الادسنس، لا اقل ولا اكثر، لا اقل ولا اكثر. هادشي اللي كاين، لان عينا ما نهضروا معكم، عينا ما نشرح لكم، كاننا كنهضروا خاصنا نهضروا معكم بالخشيبات. هذا هو الموضوع ديالي ديال اليوم. نتمنى العزازين الاعجاب ديالكم ونكون دائما وابدا خفيفه على القليب ديالكم. وتحيه لكم من القلب الى القلب. ونتمنى تكثروا لي من التعاليق فضلا وليس امرا العزاز، لان كنطلبكم، لان القناه مضروبه بالانذارات من عند صاحب القناه المليونيه. ولكن حنا غادي نستمروا في الحق حتى يبان باذن الله. تهلاو لي فراسكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.